هذه مو غلطات هذه. وعليكم السلام. صباحكم مليح. واخا خويا السيد انا نطلعك اخي السيد. بخير الحمد لله. الحمد لله. خويا بغيت نقول لك كلمه برك بس اقصيك. حنايا بين الجزائر والمغرب واش اسمعني. كاين سياسه ما كاينش شعب. كمل تنطلق. نعم كاين سياسه ما ومادام ما كاينش خرج شعب. بيان كون من السلطات المغربيه ولا من السلطات الجزائريه، كمغربي تلقاني انا ما جزائريه كانش عندك هناك في دليل المغرب. بلي ان البحريه الجزائريه هي اللي قتلت. دخلني لدارك ولا ما دخلنيش اي لدارك؟ دليل؟ خويا قادر اسمح لي نقول لك واحد الكلمه. بالحق كما قال الأخ دابا قبيله واش هاد لا جاوبني برك. نفس اخويا نفس الجمل بحذافيرها كتكرر على والله لعل عظيم. شوف صح. كدولة أنا نهضر لك كدولة مش نهضر لك كشعب. كدولة جاوبوا صاحبي. ما نهضرلكش على الجزائر والمغرب، نهضر لك على الجزائر واسبانيا ولا الجزائر فرنسا. وهناك مصادر. يسيبوا واحد أين داخل كانت اسبانيا البحرية بلا وراقي. المغربية؟ أين كانت؟ يا اختي هناك مصادر تقول باللي البحرية المغربية هي اللي قصتهم. انا قررت ما نطلعش شي جزائري او جزائريه. الله يخليكم. انا قلتها مع في فتوى المغاربة لا الجزائريين. اورالمون ما نطلعش جزائريين بلاش السي قادر ولا جزائريات. تحية الثالث الجزائر فينا هو. الله يخليك خلوني نحكي. قالوا جثة. نعم جزائري. شهادة من؟ شهادة السيد اللي كان معاهم. السيد اللي كان معاهم واش مغربي ولا قال كنا جزائري؟ 5 وتنا من المغرب. القنوات المغربية قالوا 4. ودوي يتكلم اخويا عطينا اشاره كنا تكلم. 5 انا ما بغيتش نطلع جزائريين ولا جزائريات. المغربي تكلم اخويا شنو عندك يلاه واحد شي قناه عندكم شاف المحللين ديالها بلا ما يجي عافاكم الله يرحم. لا خويا 70 مليون دابا. قنوات مغربية عاد دابا عاودت لي اسمع اخويا قادر اللي عنده شي جديد مرحبا، اللي غيجي يعاود لي نفس الاسطوانه كنسمع قريتوها في شي قسم جيد. هاد الحكايه اللي راكم تهضروا عليها نفس الهضره اللي كتهضروا بها كاملين. وهذه الصوالح راكم ديروهم باش لا في الجزائر المغاربة تكون عادين باباكم كاع عليا مغاربه شميات كذابين. هذا اللي قالوا في الفيديو تاع المغاربة تاع الجزائريين. لا تحليل بالنظره الدين بوغي على الدين الجزائريين نفس التحليل الا القليل واحد دوش هي الكلب. احنا واش قلنا يا الحمر ولد عرة. اشرف اسمعني. تقول لي البحريه الملكيه اللي ضرباتهم، تنقول لك معاهم واحد السيد باقي مفقود لدابا، قال لك صاحبهم باللي قبطاتو لا مارين ولا شكون هما هذوك ديال الجزائر. هو قال راه باقي واحد الانسان حي شاهد. هو قال فهمنا اللي هو ملائكه ما يكذبش. ايوا صافي اسمح لينا اخويا الشريف. شكرا على المداخله ديالك. شكرا. السلام عليكم الاخ كبير والسلام عليكم جميع اللي راهم يتفرجوا معنا هنايا في اللايف. اولا الاخ كبير اترحم على هؤلاء يعني الاثنين اللي ماتوا، نقولوا ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. هذا قدر الله وقضاؤه ما نقدروش اولا نبدلوه. ثانيا يا الاخ والله العلي العظيم نحن كجزائريين، انا كجزائري حر أرى في هذه القضية صدمة بالنسبة إلي، أنا شخصيا صدمة بالنسبة إلي وبالنسبة للكثير أيضا من الجزائريين. لماذا يا الأخ الكبير؟ لأن الجزائريين كلهم ماهمش هما اللي راهم يدخلوا في اللايف هذو، وتقريبا هذو اللي راهم يدخلوا في اللايف يقعدوا يعلقوا ويقعدوا يبكيوا ويقعدوا من الجزائريين يقولوا الشاه ويستشفوا منا. يا أخي نحن لسنا منهم ولسنا دعاة للفتنة. أولا. أما بالتطرق إلى الموضوع يا الأخ كبير، ما دام المصادر المغربية، ما دام السلطات المغربية والسلطات الجزائرية
مازالت ما عطاتناش اي توضيح على هذه القضيه. ربما نقولوا الان كل واحد راه كيفاه راه يفسر من راسه، كل واحد يحكي في الحادثه. انا تفرجت الناطق الرسمي باسم المملكه المغربيه قال في المره عندما سئل من الصحفي يوم امس على ما اظن على الساعه 3 زوالا ولا سئل على هذه القضية في مقتل هذين الشابين. ماذا قال؟ قال هذه القضية ستحال إلى المجلس القضائي، والمجلس القضائي هو اللي راح يصدر اللي راح يعطينا المعطيات ما حدث. فهمتني؟ الأخ كبير والله يعني أنت يعني أكثر مني في العمر، فهمتني؟ وربما يعني أدهى مني. يقول لك احنا في الجزائر، يقول لك احنا اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة. الأخ كبير أنا حبيت نقول لك بأنه هذه القضية والله لا هي مفتعلة، ليست من الطرف المغربي وحتى ليست من الطرف الجزائري، وإنما هي فتنة، والفتنة أشد من القتل. حبيت نقول لك يا الأخ كبير وأنت تعرف أكثر مني هذه القضية التي يعني سودت إليها جميع الأنوار حاليا، فهمتني؟ هي من أجل هي من أجل زيادة شرارة الفتنة بين الشعبين. سبحان الله العلي العظيم. الملك محمد السادس حفظه الله، الملك محمد السادس الملك المغربي في خطاب العرش الأخير، وكما يقول الناس خير الكلام ما قل ودل، تحدث عن الجزائر وقال العلاقات مستقرة بيننا وبين الجزائر وتتطلع إلى أن تكون أفضل. يا الأخ كبير عندما يتحدث الملك ربما جملة الناس يعني ما هيش جملة شارعية، وإنما هذه الجملة يفسروها علماء أقراو العلوم السياسية، فهمتني الأخ كبير؟ هذه الجملة ربما لا تفسر يعني كما نقولوا تفسر يعني كما نقولوا تحل لساعات. لماذا؟ لأن المالك عندما يقول العلاقات مستقرة تتطلع إلى الأفضل، ماذا نستنتج؟ نستنتج بأنه يعني العلاقات حاليا ما عندناش مشكل، يعني هما ألزموا حدكم وإحنا ألزموا حدكم، فهمتني؟ وإحنا لازمين حدنا، فهمتني يا الأخ كبير؟ تتطلع إلى أن تكون أفضل. ربما هنالك يعني تنسيق سياسي، والله يعني ربما يعني كما نقولوا هنالك محاولة للإفراج للعلاقات بين الجزائر والمغرب. ونزيد نأكد لك حتى الرئيس عبد المجيد تبون، راني بنزيد نوضح لك يا الأخ كبير، قال في الخطاب الأخير تاعو اللي ألقاه على الصحافة وماذا قال عن قوة الجيش الجزائري؟ قال نحن لن نستعمل القوة مع جيراننا، فهمتني؟ في إشارة يعني جيراننا المغرب جار لنا، عنده حدود كبيرة معنا المغرب، فهمتني؟ في إشارة إلى أنه حقا الأوضاع يعني راهي مستقرة، فهمتني يا الأخ كبير؟ أنا حسب التكهن تاعي وحسب الرأي تاعي والله أعلم. هذه الحادثة كما نقولوا ما تشهرتش مع وقوعها تماما، بعد يومين حوالي يومين. الأخ كبير أنا حاب نفهم من هو الذي فهمت أبرز هذه القضية إلى الرأي العام بهذا المستوى، لماذا؟ لكي يخلق شحنة كبيرة حاليا بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الذي هو أمة واحدة. كلمة الأمة تعني الأمة أكثر من الدولة هي حدود رسموها لنا اليهود عندما لكي يهزمونا ولكي يفرقوا بين المسلمين، نجحوا في ذلك يا الأخ، فهمتني؟ أنا أرى بأن هذه يعني الحادثة كما نقولوا أزهقت إلى الأنوار بدرجة كبيرة. لماذا؟ ربما أنا أظن بأنه كاين كلون ممكن جزائري ممكن مغربي ممكن جزائري مغربي مشترك يود أن يشعل نار الفتنة بين البلدين. يا الأخ كبير أنا اللي حاير في الشعبين سواء الجزائري أو المغربي، نحن نكذبوا على بعضنا، هيا دوكا ما نضربوش على بعضنا، نحن في الاثنين دول من العالم الثالث نكذبوا على بعضنا، نحن في الاثنين كنا محتلين، يعني نقولوا المغرب سيدي ما كانش محتلة، إلى أنه يا أخي احنا سبحان الله العلي العظيم